الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بقى هنغير الحقيقه، مش هنقول قبطي، هنقول التقويم العام. النهارده 25 ديسمبر، كل سنه وانتم طيبين. ده عيد الميلاد عند الغربيين، وناس كتيره تظن ان المشكله بتاعت 25 ديسمبر و7 يناير عقيده، لكن الحقيقه مش كده خالص. 25 ديسمبر و7 يناير مشكلة اختلاف تقويم. تقويم يعني ايه؟ يعني التقويم اللي احنا ماشيين بيه ده اسمه التقويم الجريجوري. هقول له حضراتكم يعني ايه او كمان شوية. اللي هو يناير فبراير مارس ابريل. التقويم الكنيسة ماشية بيه تقويم قبطي، فالحقيقة احنا مش بنعيد 7 يناير، احنا بنعيد 29 كيهك. وهي دي القضية بقى. يعني ناس كتير تظن ان فرق بين 25 ديسمبر و7 يناير هو الفرق بين الكاثوليك والارثوذكس. لا خالص، ده فرق تقويم. احنا كنيستنا القبطية بتعيد 29 كيهك، ايا كان 29 كيهك ده جه يوم ايه بقى. القصة ابتدت ازاي؟ ابتدت اني امتى عيد الميلاد؟ عيد الميلاد كان ابتدى في الكنيسة الأولى بيتعيد هو مع عيد الغطاس، وبيسموه عيد الظهور الإلهي، العيدين مع بعض. في مجمع نقيا سنة 325 أول مرة يتحدد تاريخ عيد الميلاد. يعني إيه؟ يعني الكنيسة كلها تجتمع على إن هيبقى في مجمع نقيا الكنيسة حددت الأعياد، عيد الميلاد وعيد القيامة. فقالوا عيد الميلاد هنعمله امتى؟ بصوا الفكرة بقى مهمة ايه. قالوا هنعمله في أطول ليلة، أطول نهار وأقل ليل. اليوم اللي السنة فيه بيبقى أكبر نهار وأقل ليل. ليش معنى؟ علشان المسيح هو الشمس اللي أشرقت على ظلمة العالم، زي ما قال بولس الرسول لقد تناهى الليل وتقارب النهار. فقالوا إذن ميلاد المسيح هيكون في اليوم اللي فيه أصغر ليل وأطول نهار. اليوم ده كمان كان بيحتفل بيه إن هو يوم ميلاد الشمس، وكان فيه عند اليونان والرومان بيحتفل ب 25 ديسمبر ده هو عيد ميلاد الشمس، لأنه ده أطول نهار، اليوم اللي فيه أطول نهار. فقالوا نبقى هنحتفل بعيد الميلاد 25 ديسمبر. 25 ديسمبر في الوقت ده كان يوازي 29 كيهك، والكنيسة القبطية كمان كانت مثبتة 29 كيهك ده كمان. فقالوا إذن هيبقى 25 ديسمبر هو عيد الميلاد. وأعلن في العالم كله إنه ده عيد الميلاد، وخاصة إن الإمبراطورية الرومانية كانت بتحتفل بعيد ميلاد الشمس. فقالوا هنشيل بقى عيد ميلاد الشمس ويبقى ده عيد ميلاد المسيح. يبقى في الوقت ده 25 ديسمبر كان هو 29 كيهك. وفضلت القصة كده لحد أما في حدثين مهمين. سنة 525 جه بابا روما وجاب راهب كان عالم فلكي، وقال له أنا عايزك تحدد لي بالظبط سنة الميلاد، المسيح اتولد امتى. تقول لي يعني من وقتها ايه؟ اقول لكم وقتها كان التقويم اسمه تقويم اليولياني. التقويم اليولياني ده اللي هو كان بيتحط حسب بناء روما. التقويم اليولياني ده اتعمل سنة 46 قبل الميلاد، ويولياني علشان يوليوس قيصر هو اللي أعلنه. كانت على بناء روما. فالمسيح اتولد سنة 754 لبناء روما. الراهب العالم ده قعد يبحث في التاريخ ويجيب بالظبط امتى هيرودس كان موجود وامتى القيصر اللي كان موجود وقتها، وقعد يظبط كده لحد ما اعلن ان سنة 754 لبناء روما
هو السنة اللي اتولد فيها المسيح. وقتها بابا روما قال هنخلي ده التقويم الجديد بقى، يعني هيعتبر سنة 1 ميلادية هي سنة 754 لبناء روما. وعندها اتعمل اللي هو الاختصارات اللي قبل بقى التقويم ده، ويسموه تقويم الميلادي اللي احنا ماشيين عليه بقى. قبل التقويم ده باللاتيني انو دوميني اللي هي سنة الرب. خلي بالكم العالم كله بيؤرخ بالميلاد. المسيح هو فوق البشرية كلها، ما هوش واحد عادي، ما هوش نبي، ما هوش كاهن، ده هو ربنا اللي نزل اتجسد. عشان كده لما تجسد العالم كله قال لابد أن يقف التاريخ عند السنة دي، آنو دوموني، السنة الأولى لميلاد المسيح، أصبحت دي سنة الرب. وبقى اللي هي دلوقتي الاختصار بتاعها A نقطة دي اختصار لآنو دوموني، يعني سنة الرب. واللي قبل كده بقى BC يعني بفور كرايست، ما قبل المسيح. فالمسيح ميلاده هو النقطة المحورية اللي العالم لابد أن يقف عندها. المهم طبعا فيما بعد لازم تعرفوا معلومة إن فيما بعد اكتشفوا إن الراهب ده غلط في 4 سنين. يعني المفروض إن على حسب بقى التقويم ده المسيح اتولد -4 مش في السنة دي، لكن أيا كان المهم إنه لكن ده كان بابا روما أعلن ده. لكن في القرن الثامن روما أعلنت التقويم ده رسمي، والحقيقة ما انتشرش إلا تباعا، حتى إن آخر إمبراطورية أخذت بالتقويم الميلادي هي روسيا، وده اللي أعلنه إمبراطور روسيا اسمه إمبراطور بطرس الكبير في القرن ال18. يعني تخيلوا يعني. المهم إنه قعدت الأمور ماشية كده لحد القرن ال16. يعني الكنائس كلها كانت بتحتفل بعيد الميلاد، غرب 25 ديسمبر أو شرق 29 كياك في يوم واحد لحد القرن ال16. وعند القرن ال16 لاحظ البابا غريغوريوس بابا روما، اللي زي ما قلت لكم هيبقى اسمه بقى التقويم الجريجوري نسبة للبابا غريغوريوس بابا روما، وده الحقيقة كان عالم فلك، إن في مشكلة، إنه اكتشف إن 25 ديسمبر ما بقاش هو أطول نهار وأقصر ليل. فقعد يبحث ليه بقى. اكتشف الآتي، اكتشف إن في خطأ في الحساب بتاع اليولياني اللي هو 46 قبل الميلاد لحساب الشمس. الحساب بتاع التقويم اللي هو يناير فبراير مارس ده اللي هو يولياني أو غريغوري شمسي. الأرض بتلف حوالين الشمس واخدين أكس كده، لكن القبطي نجم اسمه الشعرة اليمينية الفراعنة حطوا أكس، وده أثبت، ده الثابت. هقوله لكم لما نيجي إن شاء الله في 1 توت القصة بتاعت التقويم القبطي ده. لكن المهم إن التقويم الشمسي ده بقى اكتشف غلطة، إن هم عملوا إن الشمس الأرض بتلف حوالين الشمس كل 365 يوم و6 ساعات. البابا غريغوريوس بقى بتاع روما اكتشف إنه في خطأ. هو إيه بقى؟ إن الأرض بتلف حوالين الشمس كل 365 يوم و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية. تقول لي يا سلام، أقول لك مع الزمن عملت فروقات، فما بقاش 25 ديسمبر بقى هو أطول نهار وأقصر ليل. ليه؟ لأن الفرق ده كله بقى عمل وقتها 10 أيام. البابا غريغوريوس ده بقى قال أبدا، يعني ما يحصلش، لازم 25 ديسمبر ده يبقى أطول نهار وأقصر ليل. عشان إيه؟ عشان الفكرة الروحية إن وقتها المسيح اتولد في أطول نهار، لأن ده أكبر نور يعني. فتاني يوم سبحوا الناس، كان وقتها يوم 5 أكتوبر. راح تاني يوم 1582 أعلن الصبح كده النهارده مش 5 أكتوبر،
النهارده 15 اكتوبر. تقول لي احنا مالنا؟ اقول لكم لا، 15 اكتوبر بقى لما تحسبوها في الوقت ده يعمل 25 ديسمبر يوافق 29 كياك، لكن حسب بقى الاجنده بتاعتنا بقى 4 يناير. يعني احنا ما بقاش الفرق بقى في فرق بين 25 ديسمبر و29 كياك. يعني على الحساب القديم 25 ديسمبر كان 29 كياك، لما هم رحلوا 10 ايام بقى 29 كياك 4 يناير. اذا فرق الاجنده دي. تقول لي امال ايه 7 يناير؟ هقول لكم اصلي كل 400 سنه بيترحل 3 ايام. عشان كده ان شاء الله سنه 2100 29 كياك هيبقى 8 يناير ثابت. طبعا انتوا عارفين ان في السنه الكبيسه بيبقى 29 كياك 8 يناير، لكن هيبقى ثابت 2100 ميلاديه 29 كياك، مش هيبقى 7 يناير، هيبقى 8 يناير. اذا 25 ديسمبر عيد الميلاد على عيننا وراسنا، 29 كياك عيد الميلاد ده حسب التقويم بتاعنا القبطي. عشان كده مفيش مشكلة ان احنا نقول الغرب النهاردة كل سنة وانتم طيبين على حسب عيد الميلاد للتقويم بتاعكم. ده مش عقيدة، ده تقويم. لكن النهاردة كمان نفرح بعيد الميلاد، طبعا نفرح بعيد الميلاد ونقول ميري كريسماس للكل.